ويا صباح أول يوم دراسة. يا صباح الفل، صباح الورد. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الورد، صباح الورد يا جماعة. يلا بينا على المطبخ. تعالوا بقى يا حلوين نبدأ نجهز كده اللانش بوكس بتاعنا. يعني المعاناة بتاعت كل يوم، ربنا يخلي ولادنا يا رب ويعيشوا وياكلوا، بس المعاناة معاناة بجد في نوع الأكل والتنوع. بس يعني بنحاول كده نشوف الحاجات اللي هم بيحبوها ونحاول ان احنا نحطها كده ونجرب معاهم يعني. فالمهم هنا انا كان عندي العيش التوست البني ده من غير سكر، يعني من احسن الانواع ان انا بحبها، بحب ان انا اكلها وما بحسش ان هو طعمه مر قوي. ودي بصراحه بقيت تحبه يعني مؤخرا. بقيت اجيبه وهي بتاكله معايا عادي. فحبيت كده ان انا اعمل لها التوست ده، حطيت لها جبنه مثلثات وقلت احط لها عليه شريحه من التركي. حاجه اللي هي بتحبها، يعني ان هي ما بتحبش الجبنه لوحدها. وتقريبا دي مش معاناه ديما بس، دي تقريبا معاناه كل الاطفال او معظمهم، ان هم ما بيحبوش الجبنه. يعني انا ما بعرفش ليه، انا حتى دي ما بتحبش يعني، ولا جبنه بيضه ولا رومي ولا شيدر ولا حتى اللي هي السبريد، ما فيش ولا كيري ولا اي حاجه. فبحشرها كده بقى ايه في اي حاجه. فحطيتها كده وحطيت عليها التركي عشان خاطر ايه ما تحسش يعني بالطعم قوي يعني. اهم حاجه في موضوع اللانش بوكس ده نشوف ولادنا بيحبوا ايه، يعني نسالهم ساندوتش كذا ولا كذا، لانشون ولا حلاوه ولا جبنه ولا مربى ولا. فانا عندي مشكله في حاجه، ان انا ديما ما بتحبش المربى والحلاوه. فدول من الحاجات اللي ما بتتحطش يعني. فبقيت انوع كده واسالها عايزه ايه، تحب ايه، نجرب مره البيض، نجرب نحط التركي مثلا، الجبنه المثلثات معاه حاجه كده. فطبعا احنا لسه السنة طويلة وده اول لانش بوكس معاكم يا جماعة، فربنا يعيننا. فحبيت كده اعمل لها شكل حلو كده من الاشكال اللي انا وريتها لكم في فيديو المشتريات بتاعت السبلايز. القطعات ديت او الاشكال دي كده ستاند. بس يا جماعة الموضوع بياخد وقت، فربنا يعين بقى ايه يعني. لو حد حب يعمل الفكرة دي وفي كذا طفل بيتعمل لهم كذا لانش بوكس في نفس الوقت، فالموضوع على فكرة هياخد وقت يعني، مش الموضوع مش سهل. فعايزه اقول لكم طبعا انا هنا بعمل بسرعه، فمش قادره اقول لكم بقى ولا الكاميرا الجو بقى عامل ازاي، فانا هوريكم في الاخر اصلا. فحطيت لها علبه عصير اللي هي اللامور دي بتبقى حجمها صغير وهي اكتر حاجه نوع بتحبه تقريبا هو المانجا، فعشان كده بجيبه لها. نيجي بقى لتقطيع الخضار يا جماعه، الجزر والخيار. فانا جبت القطاعات اللي هي بتقطع الاشكال دي، بس عايزه اقول لكم ان هي بتاخد وقت برضو، يعني الموضوع مش سهل كده يعني. ماله التقطيع على طول. فحبيت كده افرحها بقى اول يوم وادلعها يعني. المهم حطيت لها كمان قطعه كب كيك، حاجه حلوه يعني سويتس. وحط لها طبعا فواكه، وده بالنسبه لي اهم حاجه، حاجتين في اللانش بوكس هو الخضار والفاكهه. دول اهم حاجتين يتحطوا في اللانش بوكس. اي ثمرة فاكهة عندك مع اي نوع خضار، خيار طماطم جزر اي حاجة، ومع الساندوتش واي حاجة هما بقى بيحبوها. يعني بحط لها كب كيك مثلا، احط لها كوكيز، احط لها بسكوت، ونبدل بقى ونغير كل يوم في الحاجة ديت. كده خلاص اللانش بوكس بتاعنا بقى جاهز، والبوتل طلعتها لها من التلاجة. ونحط بقى نجهز الحاجة، بجهز حاجاتها لها الاول، وقلت اجهز لها الحاجة في الشنطة وبعد كده بقى اصحيها عشان تلبس.
ده اللي ديما بتستخدمه، ده غسول للأطفال من ماركة بندولين، اللي هو لونه بينك كده للبنات، مناسب جدا طبعا للأطفال. وعايزة اقول لكم ريحته، هو عبارة عن موارد وطبعا في فوم وكده، فهو بينضف وريحته حلوه قوي. يعني انا مره عايزه اقول لكم كنت حاطه ميك اب والغسول بتاعي خلص، فاخدت منها شويه كده، فلقيت غسلت وشي لقيت لا حلو. فهو حلو ان هو بينضف الوش وفي نفس الوقت امن جدا على الاطفال. كل مرحلة في عمر الأطفال وكل ما بيكبروا سنة تحس ان يعني المسؤولية بتزيد عنك في حاجات وبتقل عنك في حاجات تانية. يعني مثلا من سنتين فاتوا كنت أنا اللي بلبس ديما على طول، وأنا اللي لابس الشراب، وأنا اللي لابس الكوتشي، وأنا اللي أربط الرباط. فهي لا بقت دلوقتي ما شاء الله عليها، ربنا يحميها، هي خلاص كبرت فبقت تعتمد على نفسها ان هي اللي تلبس. تقول لا أنا هلبس يا ماما، أنا هقلع يا ماما. فانتوا عارفين بقى البنات وبدأ يبقى عندهم موضوع الخصوصية بقى شوية، لا أنا هعمل، لا أنا هسوي، اللي هو بقى بداية الاعتماد على النفس. الحاجة الوحيدة اللي لسه دي ما يعني فعلا ما بتعرفهاش ولسه نفسها ان هي تتعلمها، وكل شويه تقولي ماما انا عايزه اعرف اعمل كذا، ان هي تسرح شعرها. فكل شويه تقولي ماما انا عايزه اعرف اسرح شعري لوحدي، فهي ما بتعرفش موضوع التسريح ده. ممكن تعمل كده من قدام، لكن ان هي تفك بقى توكه او تعمل كحكه او تسرح لسه طبعا مش متملكه. انا هنا بسرح لها بالسبري. السبري ده برده من بندولين، ده في لفك التشابك. الحلو فيه ان هو ريحته حلو قوي، وفي نفس الوقت بيغنيكي انك موضوع انك تبلي شعر الاطفال بميه، فممكن تعمل ريحه مش حلوه. عايزه اقول لكم ريحته حلوه، وكمان بيرطب كده وبيطر الشعر. فهو حلو لفك التشابك والتسريح اللي هو اليومي. فبرش بختين كده منه. طب بس احنا واخدين الشاور بالليل وزي الفل تمام وعاملين ضفيره، بس طبعا هي ريحتني لليوم دوت وقالت لي ماما انا عايزه دوكتين بس. يا دودو ايه القمر ده ما شاء الله. حط لك بالم، حط برفيوم كده، ما شاء الله. دومي شوفوا لي القمر اللي بقى جاهز. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه بنتكم دي ما بتكبر قدام عينيكم اهي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميها. خلاص بقت جاهزه واستعدينا، وقمر واقف على الارض ما شاء الله اللهم بارك. ديما متحمسه جدا صح؟ صدر لكم من ساعه ما ماما انا مبسوطه انك هتودوني المدرسه، انا مبسوطه عشان رايحه المدرسه وخلاص جاهزه. يلا برويتا يلا لفي لفي لفي. فطبعا هي اللي حابه تعمل الاتنين دول حصان كده، قلت لها اعمل لك حركات كده وضفاير لا لا يا ماما اعملي لي اتنين خلاص كفايه كده. ف ايه مبسوطه؟ خلاص انا جهزت لها حاجه. اهم حاجه الكوتشي بس. خلاص تمام. خلاص احنا دلوقتي جاهزين ومستنيين الباص. هي قدامها بالظبط تقريبا 5 دقايق كده تقينا هترن عليا تنزل ديما على طول. صح؟ صح. صباح الفل. صباح الجميل يا بطه. رايحه المدرسه؟ انت اللي هتوحشيني. عقبال اياد يا رب. باي باي. يلا بقى يا جماعه ننزل. جاهزه؟ سيبيه انا طالعه. دي بتقول لازم اقفل النور. على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني استودعتك مني قاسم سلطانك يا رب. دومي انت كويسة؟ مبسوطة؟ خدي بالك من نفسك اوكي؟ ازيك تبقي مبسوطة النهاردة؟ حبيبتي استودعتك عند ربنا يروحي. يا جماعه ما تتخضوش، هو ده المنظر اللي كان ورا الكاميرا بالظبط. يعني اللي هو انا كنت بحطه وما اعرفش انا برمي فين. يعني المهم ان انا كنت عايزه احط لها الحاجه في لانش بوكس وفي نفس الوقت يا جماعه يعني تشوفوا منظر حلو. فانا حبيت اوريكم الحقيقه بقى، يعني زيكم يا جماعه الدنيا بتتكركب حواليا وبنحاول دلوقتي كده نلمها. فانا عايزه اقول لكم ان انا كنت باخد حاجه بستخدمها وبحطها ورايا انا مش عارفه فين. فانا بقى هنا كنت بدور على الاقلام والقطعات والحاجات اللي انا طلعتها عشان استخدمها. و
وهبدا بقى طبعا ارتب كده لان في اكل بره محطوط، وطبعا انا فضيت الكيس كله بتاع الحاجات المشتريات اللي انا طلبتها اونلاين، والقطاعات والحاجات دي، فانا حطاها في كيس ومش عايزه احطها في الدرج لاني زي ما انتم شايفين فيها قطع كده صغيره وحاجات بتتركب في حاجات كده عشان تشدي شكل القطاعات، فانا اخاف احطها في الدرج اللي انا بحط فيه البلاستيكات الصغيره ما الاقيهاش، يعني اياد هيلعب بيه وانا متاكده، يعني ممكن يفتكر ان دي العاب والوان وحاجات وياخدها بره، والقطاعات برضو خايفه عشان فيها حديد ان انا احطها في الدرج اللي تحت. فانا زي ما انا كده لماهم زي ما جبتهم في الشنطه وحطاهم في الضرفه فوق، فقلت لا دول مش هنزلهم تحت، خليهم زي ما هما في الشنطه، ولما عاوز استخدم حاجه ابقى اطلع من عادي. والاكياس برضو عايزه اقول لكم حلوه قوي، الأكياس بالذات اللي بتحط فيها الساندوتش بتحافظ عليها، خصوصا كمان ان انا بقدر احط اي حاجه جنب الساندوتش من غير ما يتبهدل، حطيت فاكهه، حطيت خضار، حطيت علبه العصير، ما يبقاش مثلا لو فيها تراب فيها اي حاجه برضو امان ما يجيش على الساندوتش. فهنا لميت الحاجات دي اللي كانت على جنب اللي هي اللي انا استخدمتها قطعت. هنا بقى الجزء بتاع الاكل بقى، الاكل اللي انا استخدمته والجبن والفواكه، طبعا بقى مطلعه كل حاجه. فطبعا كنت مطلعه الزبادي، بعد كده لقيت ما لقيتش مكان ليه جوه العلبه، فعشان كده ما حطيتهوش يعني، فقلت خلاص مش مشكله. فهنا بقى كنت بلم وبروق. طبعا التفاح اللي بيكون زايد معايا زي كده مثلا، ما حطيتش تفاحه كامله، فبحط ميه ساقعه وبحط فيها التفاحه وبحطها في التلاجة. اي حد تاني عايز ياكلها يبقى التفاح ما يسودش، ما يبقاش فيه اي حاجه، واي حد عايز ياكلها بتبقى موجوده في التلاجة نضيفه تتاكل على طول. فطبعا هدي تلميعه سريعه كده هنا للرخامه، مكان بس ايه الحاجات اللي انا كنت حطاها، ومكان تجهيز اللانش بوكس. يودا صباح الفل، صباح الجميل. عايزه لكم صاحي عمال يدور على ديما في الشقه وداخل اوضه يقول لي نو نو نو، ديما فين؟ فين دومي؟ نو هناك مشيت. باي. بكره راحت المدرسه. صباح الفل يا بيدا، صباح الفل يا جميل، صباح الجميل. خد هنا لهم شفتوني اصحابي ان انا كبرت ازاي وبقيت بغسل سناني. برافو. فين الفرشه بتاعتك؟ برافو اتفضل. يلا نودو. نودو دي فرشه دودو صح، برافو عليك. عايزه اقول لكم انا بخبي المعجون منه لان هو بيصحى يغسل سنانه كل شويه، يخش الحمام يقوم فاتح المعجون ويقعد يفضي في الفرشه ويقعد كل شويه يغسل سنانه، فانا بحطه لهم الصبح يغسل سنانه وبعد كده بشيله. اساعدك؟ شاطر. يلا اغسل اسنانك. يلا شاطر. ايدك اليمين. فين ايدك اليمين؟ يلا اغسل سنانك. يلا سوبر بوي. ممكن اساعدك؟ شاطر. من فوق لتحت ومن تحت لفوق. اوكي. ممكن نعمل الحته اللي جوه دي. برافو. الناحيه التانيه. شاطر. يلا مضمض بقك. يلا اتفي في الحوض. برافو سوبر بوي. صباحه جميل، صباحه حلو. لا مش اولها كده دربكه في المطبخ. بصي هنا، بصي هنا، وريهم الشياكه بتاعتك. لهم صباح الخير. طبعا ايد بينكش ومش بيسيب حاجه في حالها خالص خالص، مفيش حاجه بتفضل في البيت في مكانها بسببه، يعيش ويبهدل ويعيش ويطلع عيني. يلا هنفطر. لو انت خلاص جاهز وهفطر مع مامي. هتفطر معايا؟ تفطر ايه؟ مام ايه هو نوع المام؟ من التلاجة. بيضة. ايه تاني؟ عايز ايه؟ جبنة فينو. لا مش القاقة، ما تخافش، مش حاجة القاقة. عايز تاكل ايه؟ مين هيعمل البيضة؟ مين هيعمل البيضة؟ مين هيعملها؟ انا ولا انت؟ انت هتعملها؟ خلاص يا جماعه الفطار النهارده من اياد عشان هو اللي هيعمل لنا البيضه، اتفقنا؟ يا بابا بيعدنا بيقول بابا وماما ودودو.
يعني كل واحد هتحط البيضه بني بتاعته. بني بني. صح يا يودا؟ ماما. يلا بينا. هتعرف تحطها؟ اعمل البيضه. يس برافو. يلا واحده ثانيه. يلا حطها هنا. يعني جامد. ها هتنزل اهي. برافو. يلا خلاص. برافو عليك. اوعى ايدك. هدي بقى. دي انا هحطها انا. اوكي. لا خلاص خلاص. احنا هنقسمها عليها يا دودو. اوكي. نحط ايه؟ أنا انت هتحط؟ اوكي. برافو. هسيب ايدك. سوبر. خلاص شيل ايدك. لا خلاص احنا هنشيل بقى البيضه دي. خلاص احنا خلصناها. بيضة. البيضه خلصت خلاص. أنا ما هي انت عملت اهو. استنى بقى هات اشيل دي ونعمل. أنا اقفلها. طب يلا اقفل جامد. برافو. اياد شجاع. برافو عليك. يلا بقى نشيلها في التلاجة. أنا انت هتشيلها في التلاجة؟ طب هتنزل ازاي؟ هتقع طيب. طب استنى انزلك الاول. هو عايز يروح يحطها هو في التلاجة. يلا اوبا. يلا روح حطها في التلاجة. بس هو دخل لقى حاجة تاني في التلاجة فساب اللي هو بيعمله. تعالى هلمعلك. تفاح. حاضر. يلا اقفل التلاجة. مين هياكل بيضة؟ نو. امال هتاكل ايه؟ تفاح. ماشي هحط لك البيضة ومعاها التفاح. اتفقنا؟ أوكي. اوكي يا روحي. ماما. استنى. حطها هنا. احط لك ايه التفاح. استنى نشيل دي في البيضة. ايه روح ماما. حاضر. خلصت وجهزت فطار اياد. عملت له بيض وحطيت له خيار وقفش طبعا في التفاح وشويه كده ويشرب حليب. صح؟ اللبن هو على البوتاجاز. ما يخلص يشرب حليب. ماشي. قول لهم انا اروح افطر. باي باي. باي يا روحي. هنا بقى كنت عايزه اجهز الفطار ليا انا ومحمد. عملت التوست برضو حطيت عليه البيض والتركي وبس. في الساندوتش ده الميكر بيحمصه كده تحس انه بيقفل الساندوتش على بعض. بيبقى حلو قوي كمان للاطفال اللي دايما الساندوتشات بتاعتهم بتقع. يعني الحشو من الساندوتش بيمسك كده الحشو كويس. فحطيتهم كده حمصتهم شويه بيبقى طعمه كمان حلو. وبالذات بقى لو حاطه فيه جبن او حاطه جبنه موتزاريلا رومي لما بتسيح بتبقى طعمها حلو قوي. فبصراحه من احلى الاجهزه يعني اللي الواحد يفضل ان هي تبقى عنده في البيت. فالمهم عملت كده الساندوتش ليا ولمحمد. وهحط بقى كوبايه شاي ليا وحطيت خيار. واحلى فطار يعني الحمد لله من اكتر انواع الفطار اللي انا بحبها. وبس يا حلوين حبيت كده اشارككم الفلوج كده الصباحي بتاع اول يوم مدرسه. فيا رب بنات الفيديو يكون عجبكم كان كده خفيف على قلبكم. واستنوني كده فيديوهات كتير جايه. واستنوني برضو في قناتي التانية نغم فاميلي او نغم لايف ستايل برضو هتلاقوها. بنزل عليها الروتينات وبقيه اليوم هتلاقوه هناك. فان شاء الله الفيديوهات هناك برضو تعجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي مع السلامه.